وخليني اقول لك الخطوات السهله اللي هتساعدك جامد قوي على انك انت تفك التعلق المرضي اللي عندك ده. اول خطوه هو القرار، انك انت تقرر بجد من جواك انك انت كفايه كده بقى. انت كفايه كده، مش شايف حياتك قد ايه متدمره؟ شايف قد ايه حياتك بتبوظ بسبب تعلقك بالشخص ده؟ فانت اول حاجه لازم تعملها هو انك انت تقرر كفايه كده. انا لازم افك التعلق المرضي اللي عندي ده، انا لازم انهي التعلق بالشخص ده. انت بجد مش صعبان عليك نفسك خالص؟ متخيل حياتك عامله ازاي؟ انت متخيل نفسك انت عامل ازاي؟ عامل زي الدميه كده، في شخص بيحركه، يفرح ويفرح وقت ما يعوز، ويزعل وقت ما الشخص ده يعود. فانت عامل زي الدميه كده، شخص متحكم في حياتك بيحركك. فبجد بقى خد القرار بقى. هو انك انت اول حاجه لازم تعملها دلوقتي انك انت تاخد القرار من جواك انك انت كفايه كده بقى. انهي التعلق ده، شيء ابعد الشخص ده عنك، انت ابعد عنه. تاني خطوه تعملها هو انك انت تبتدي بقى تبص لنفسك بقى. اتعلم ازاي انك انت تبتدي انك انت تحب نفسك وانك انت تقدر نفسك. يعني شفت كل الحب والاهتمام الزياده وكل التقدير وكل الكلام الحلو اللي انت كنت عمال تقوله للشخص ده، وكل الحب والاهتمام اللي كنت عمال تديه للشخص ده؟ نفسك اولى بالاهتمام والحب ده. والله العظيم نفسك هي اهم حاجه، اهم من الشخص ده. نفسك اولى بكل الحاجات بكل العطاء وبكل الاهتمام والحب والتقدير اللي انت كنت عمال تديه للشخص اللي هو ما يستهلكش ده. انت عارف كل اللي بيحصل لك ده من ورا التعلق المرضي ده بسببه ايه؟ سببه انك انت ما كنتش مقدر نفسك، بسببه انك انت ما كنتش بتحب نفسك، بسبب انك انت ما كنتش مدي اولويه لنفسك، كنت مدي اولويه لشخص تاني عن نفسك. علم النفس بيقول لك ان التعلق المرضي هو يعني انك انت بتتعلق باشخاص، يعني بترضى باقل معامله من اشخاص، ان تبتدي انك انت تدي عطاء بزياده، اهتمام بزياده، حب بزياده. هو ده اسمه التعلق المرضي. العلم النفس بيقول لك بقى التعلق المرضي ده بيجي بسبب قله تقديرك لنفسك، بيجي بسبب قله انك انت ما بتحبش نفسك. فعلماء النفس لخصوا لك ده كله، قال لك الشخص اللي هو ما بيحبش نفسه، الشخص اللي هو ما بيقدرش نفسه، الشخص اللي هو ما بيديش قيمه نفسه بنفسه، بيبتدي ان هو يتعلق باشخاص عشان يديله الحب والاهتمام اللي هو مش عارف يديه لنفسه ده. فاكتر حاجه هتساعدك جامد قوي علشان تنهي التعلق المرضي الموجود عندك ده هو انك انت تبتدي انك انت تحب نفسك، وتبتدي تعرف ازاي تقدر نفسك، تعرف ازاي تبسط نفسك بنفسك، تعرف ازاي تدي قيمتك لنفسك بنفسك. يعني اول حاجه لازم تعملها هو انك انت قيمتك لنفسك دي انت اللي بتديها لنفسك، ما تاخدش قيمتك بنفسك من الناس. اكتر حاجه مؤذيه تعملها في نفسك هو انك انت تاخد قيمتك لنفسك وتقديرك لنفسك وحبك لنفسك من الناس. طول ما انت شايف ان وجود الناس هو اللي بيديلك القيمه، هو اللي بيديلك التقدير، طول ما انت هتفضل ما تحبش نفسك، طول ما انت هتفضل تتعلق باي حد، طول ما انت هتفضل عندك التعلق المرضي ومش هتعرف تكمل تعيش حياتك. صدقني اول لما تبتدي انك انت تدي قيمتك لنفسك وتقديرك لنفسك بنفسك، والله عمر ما هيفرق ابدا بوجود شخص في حياتك ولا لا. تاني خطوه تعملها ودي اهم خطوه علم النفس بيقول لك عليها هو انك انت تبتدي بقى تبرمج عقلك الباطن. يعني بص دلوقتي عقلك الباطن بتبرمج ان الشخص ده ليه اهميه كبيره قوي في حياتك، ان الشخص اللي انت متعلق بيه ده ليه قيمه كبيره جدا عندك في حياتك. طيب تبتدي تعمل ايه دلوقتي؟ هو انك انت تبتدي تعيد انك انت تبرمج عقلك الباطن على ان الشخص ده ملهوش اهميه خالص في حياتك، ان الشخص ده ملهوش اي معنى في حياتك. اول حاجه تعملها اوعى قبل ما تنام وبعد ما تصحى على طول تبتدي انك انت تفتح تليفونك وتدور على الشخص ده. يعني قبل ما تنام ب10 دقايق وبعد لما تصحى ب10 دقايق. شفت انت الوقتين دول خطيرين جدا، اوعى انك انت تفتح تليفونك فيهم وتبتدي انك انت تدور على الشخص ده. طب ليه؟ ده حاجه موجوده، سر من اسرار علم النفس في عقل الباطن، ان الوقتين دول عقلك الباطن بيبتدي ان هم بيبرمج نفسه. فانت لما تبتدي انك انت تشتغل على عقلك انك انت في الوقتين دول ما تفتحش التليفون
تليفونك ما تدورش على الشخص ده، فعقلك هيبتدي ان هو يتبرمج ان الشخص ده يبتدي ان هو ينزل اولوياته. فمهم قوي في الوقتين اللي انا قلتهم لك عليهم دول، اللي هو قبل ما تنام ب10 دقايق وبعد لما تصحى ب10 دقايق، الوقتين دول اوعى تفتح تليفونك وتدور على الشخص ده. تاني حاجه تعملها، اول لما تبتدي انك تلاقي نفسك انك انت بتفكر في الشخص ده، على طول ابتدي تفكر في اي حاجه تانية. ما تحاولش انك انت تبطل توقف تفكير في الشخص ده. دي اكتر حاجه غلط ممكن تعملها، دي اكتر حاجه انت بتعملها بتزود انك انت تفكر في الشخص ده. مش انت ساعات كتيره تكون انت مثلا بتفكر في حاجه فانت مش عايز تفكر فيها، تبتدي تعمل ايه بقى؟ لا مش عايز افكر، مش عايز افكر. ده اكتر حاجه غلط تعملها على فكره. في علم النفس بيقولك انك انت عشان تبطل اي تفكير في اي حاجه تعمل ايه بقى؟ تبتدي انك انت تغير تفكيرك. يعني ايه؟ انت مثلا دلوقتي مثلا ايه بتفكر في الشخص ده، اول لما تلاقي نفسك انك انت بتفكر في الشخص ده تعمل ايه؟ تفكر في اي حاجه تانية. طب هي ليه كرسي عامل كده؟ طب هو مثلا انا امبارح مثلا كلت ايه؟ ابتدي غير تفكيرك. اول لما انت هتعمل كده عقلك على طول هيبتدي يستجيب ليك، وان هو يغير التفكير من تفكيرك من الشخص ده للتفكيرك في حاجه تانية. وفي حركه صايعه في علم النفس عشان تفك تعلقك بالشخص ده، وعلى فكره هي غريبه قوي بس انت هتضحك منها. يعني اول لما تبتدي انك انت تفكر تلاقي نفسك انك انت بتفكر في الشخص ده، شم حاجه وحشه، يعني شم بصله، شم اي ريحه حاجه وحشه. ده هيبرمج عقلك الباطن ان تربط تفكيرك في الشخص ده بحاجه وحشه، فهيبتدي عقلك ان هو مش هيفكرك ابدا بالشخص ده. وجرب تعمل الحركه دي، والحركه دي على فكره ناجحه جدا. رابع خطوه بقى عشان تفك تعلقك المرضي بالشخص ده، هو انك انت تعيد ترتيب اولوياتك من تاني. انت في الاول كنت مدي اولويه كبيره قوي الشخص ده، طب تبتدي بقى تعيد ترتيب اولوياتك. هو انك انت تبتدي تخلي الشخص ده مش في اولوياتك خالص. طب ازاي تعمل كده؟ هو لما الشخص ده مثلا يبعت لك مسج، ما تبتديش انك انت تديه اولويه خاصه انك انت ترد عليه. يعني مثلا انا مثلا بعت لي مسج دلوقتي، خلاص انا مش هرد عليه دلوقتي، يعني ممكن ارد عليه مثلا بالليل او بعد 3 ساعات ساعتين كده. دي حاجه تعملها هتبرمج عقلك انك انت تبتدي انك انت تفهم عقلك ان الشخص ده مش موجود خالص في اولوياتك. وعلشان تبتدي وعلشان تعيد ترتيب اولوياتك من تاني، جيب ورقه وقلم واكتب ايه اولوياتك. والله انا اولوياتي ان انا دلوقتي احقق هدف معين، في هدف او حلم انا بسعى ان انا احققه، زي مثلا انك انت تتعلم مهاره، او انك انت في حاجه عاوز تنجح فيها. اولوياتي دلوقتي ان انا مثلا عاوز مثلا في حاجه معينه عاوز اخلصها، عاوز ان انا انجح فيها كده. يعني هات ورقه وقلم وابتدي اكتب اولوياتك، وخلي الورقه دي دايما جنبك بحيث انك انت تبتدي تفكر عقلك باولوياتك. دي حاجه هتساعدك انك انت تبرمج عقلك انك انت دي حاجه بجد هتساعدك انك انت تخلي الشخص ده ملهوش ابدا اولويه موجوده في حياتك. دي اهم خطوه لو عملتها بجد هتنهي التعلق المرضي الموجود عندك بالشخص ده. وعلى فكره انت بتعمل كده، وانا عاوزك من دلوقتي اوعى تعمل كده. هو انك انت بتدخل على البروفايل عنده على الفيسبوك او على الانستجرام، تبتدي بقى ايه انك انت تشوف انزل ستوري جديده، انزل بوست جديد، تبتدي بقى انك انت تراقبه كده بقى على السوشيال ميديا. انت عارف ان في علم النفس بيقولك ان دي اكتر حاجه بجد بتزود التعلق المرضي الموجود عندك. والله العظيم. فانت لو بطلت انك انت تدخل عنده على البروفايل تشوف هو نازل ستوري جديده، تشوف عمل شير بوست جديد او نازل بوست جديد، بطل تعمل الحاجات دي. لو بطلت تعمل كده، عاوز اقول لك انت كده بتساعد نفسك بشكل كبير جدا انك انت تنهي التعلق المرضي الموجود عندك بالشخص ده. عاوز افكرك انك انت اول لما هتعمل كده، مبروك، انت كده كسبت نفسك، كسبت حبك لنفسك، كسبت انك انت عرفت ازاي تبسط نفسك بنفسك، كسبت انك انت عرفت ازاي انت اللي تدي قيمتك لنفسك. ما تستناش ابدا ان حد تاني هو اللي يديك القيمه. والله العظيم اول لما هتبتدي انك انت تعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، اقسم بالله هتنهي التعلق المرضي اللي عندك. فاول لما هتنهي بقى التعلق المرضي اللي كان عندك بالشخص ده، هتبتدي تحس انك انت ايه ده، انا بجد كنت حابس نفسي بقفص، انا بجد كنت خانق نفسي قوي، انا بجد كنت باخد نفسي اللي انا بشمه ده من الشخص ده. هتبتدي تحس انك انت رجعت انك انت تتنفس من اول جديد. والله العظيم والله العظيم هتبتدي تحس انك انت كنت حابس نفسك في سجن التعلق المرضي. هتبتدي تعرف بقى تكمل تعيش حياتك. واخر حاجه زي ما انت عارف طبعا، انا عموره اللايف كوتش بتاعك.